ازيك يا صديقي؟ عامل ايه؟ النهارده 6/9/2025. وبعد ما كنت عايز افتح ماركتنج ايجنسي، بعد كده دخلت في الاي بعد كده قفلت الماركتنج ايجنسي وفتحت ديزاين ايجنسي. وكل ده اكتشفت ان كل ده غلط، ان كل ده ما ينفعش افتحه في البدايه. ليه؟ علشان هي محتاجه فلوس بصراحه. فكره الايجنسي او الشركه محتاجه فلوس في بدايتها. إيه، وكمان مخاطره كبيره. مثلا في وكاله التصميم مثلا، انا لو جبت يعني مثلا لو عميل بعت لي فلوس علشان اصمم، فانا الفلوس دي لو انا مثلا في وكالة التصميم فاحنا بنشتغل بنظام البروجكت، فاكيد هبعت للعيال اللي هم المصممين اللي معايا جزء في الاول. فمثلا افترض مثلا بعت لواحد جزء ومكملش معايا الشغل في الباقي وما لقيتوش، الفلوس دي انا هرجعها له تاني ازاي؟ هرجعها تاني للعميل ازاي؟ لان انا زي ما قلت لك دي هتبقى فلوس كتيره وانا مش هعرف اسدها لوحدي، فدي هتبقى مخاطرة ان ممكن العميل ما يعجبوش التصميم، فهيبقى عايز يرجع لي فلوس، عايز فلوس ترجع له، وتفاصيل كتير قوي تانية، مخاطرات كبيرة قوي تانية انا مش هعرف ابقى قدها، فاهمني؟ فانا قررت ان انا دلوقتي اركز على ان انا اجيب فلوس بسرعة باي حاجة بسرعة، ان شاء الله لو حاجة مش هتبقى هي شغلي يعني مش هيبقى شغلي الاساسي في حياتي، ومش ده هيبقى الكارير بتاعي، فاهمني؟ لكن حاجة دلوقتي تجيب لي فلوس بسرعة، الفلوس دي استخدمها ان انا افتح بيها بقى الشركة والشغل البيزنس بقى اللي انا عايزه اللي هو الكبير. فعشان افتح الفلوس بسرعة دي قررت ان انا قعدت ادور ولقيت ان في ممكن افتح قناة يوتيوب تانية غير دي، اعمل عليها محتوى بسيط قوي، المحتوى اللي انت بتشوفه عند الاجانب اللي هو بتاع تطوير الذات وكده، ازاي تعمل فلوس، اللي هو بيبقى فيديو دقيقتين 3 دقايق، اللي هي الحاجات البسيطة دي. قررت ان انا اعملها بس بمحتوى عربي، لان انا لقيت ان مفيش محتوى عربي بيقدم فكرة المحتوى ده ذات نفسه. فقررت ان انا اقدم الفكرة دي. انا مش عارف اصلا في ناس بتقدمه، بس انا في ناس في العرب بيقدموا المحتوى ده ولا لا، بس انا عن نفسي ما شفتش. وعن طريق ان انا المحتوى اللي بقدمه على اليوتيوب ده وانستجرام وعلى تيك توك يكون فيه منتج رقمي ديجيتال برودكت، فبالتالي كده كسبت من طريقتين: من الديجيتال برودكت الناس هتخش تشتري منه، ومن فلوس اليوتيوب، فلوس المشاهدات. فده هنعمله ازاي؟ فتحت براند اسمه ان اس اي، معلش اسمه ان اس اي. وقررت ان انا اصمم فيها. دلوقتي صممت اول فيديو وهو بالشكل ده، يعني انا صممته على كانفا، اللي هو ان انا اعمل الايديت على كانفا، بعد كده ادخله تاني على كاب كات، اظبط بقى فيه النهايات ويبقى خلص. ومدة الفيديو تبقى 3 دقايق 2.5، فاهمني؟ ده بقى شكل، يعني ده بقى اول فيديو، يعني الفويس اوفر انا بعمله، وده بيبقى شكل اول فيديو، فاهمني؟ بص يعني ده، بص ده شكل اول فيديو، ده شكل الايديت، كل ده كده. بعد ما خلصت كل ده رحت على كاب كات وعملت الفيديو، فبقى بالشكل ده. عمرك سألت نفسك الفلوس بتيجي منين؟ الفلوس بتظهر لما تحل مشكلة. فكر فيها كده: واحد جعان هيروح المطعم يدفع علشان يشبع، واحد متأخر ومحتاج وسيلة نقل يفتح اوبر يدفع عشان يوصل. ببساطة كل بزنس في العالم من أصغر قهوة لأكبر شركة تكنولوجيا وهكذا. بس فهو بالبساطة دي فعلا هنزلهم واستنى بقى النتيجة. وزي ما قلت لك انا البيزنس ده مش عايز اجيب منه فلوس رهيبة، ومش هو شغلي الاساسي، لكن هو دلوقتي مصدر دخل ليا اجيب منه فلوس بسرعة، بيها ابتدي بقى اكمل بقى شغلي اللي انا عايزه. بس ف فيديوهاتي جاي بقى بشاركك اكتر، الطريقة اللي بعمل فيها فيديوهات وكده. وبس النهارده بس اعمل فيديو كده بسرعة اشرح لك فيه الموضوع، وفي الاخر متنساش تعيش حياتك. سلام.